شباب، هسه فرصتنا. بعد ما وقفوا جماعة المحتوى الهابط اجى دورنا نقدم محتوانا. والله صفحاتهم واقفة والساحة متهيئة قدامنا، يعني أي شيء هسه نشره قبل يطش. اي بس المهم نقدم محتوى هادف مو هابط. وعندي فكرة راح نطش بيها. يا الله. يا الله. راح تجينا مناسبة استشهاد الإمام علي عليه السلام، فشنو رأيكم نسوي حملة نجمع بيها تبرعات ونوزع أكل للفقراء؟ ايش قلتوا؟ خوش فكرة هاي. اي طبعا، فعل الخير ماكو افضل منه، بس هذا فعل خير مو محتوى نقدمه للناس. ايش بيك حيدر؟ انت تظل بهاي سوالفك؟ بالعكس حيدر، هو هذا المحتوى الهادف. اخي، اكو فرق بين المحتوى الهادف اللي هو عمل فني يرتقي بالمجتمع ويطوره، وبين فعل الخير هذا. انا فهمتك. انا ايش راح اسوي؟ مو نسوي الحمله، راح اجيب ويانا مصور ويصورنا واحنا نوزع للفقراء. حلو، وبهيك حالة هم راح نطش وهم المتبرع يتأكد انه فلوسه وصلت للناس. طبعا انتم فاهمين فعل الخير غلط، لان انسانيا ما يصير نطلع وجوه الناس الفقراء، ودينيا هذا يعتبر رياء، يعني كل شيء ما راح نحصل من الثواب. حيدر تنبيه لك هالسوالف، يعني معقوله هاي الناس كلها اللي يساعد الفقراء وتصورها كلها غلط؟ يعني على هذا كلامك شلون راح نقنع الناس انه احنا سوينا فعل خير؟ اذا على ذولاك فماكو اي فرق بينهم وبين جماعه المحتوى الهابط باذيه المجتمع، لان راح ياذون الفقراء بذالهم بالتصوير. واذا على مود الناس شلون انت يعرفوك سويت عمل خير او لا، فالله سبحانه وتعالى هو موجود ويدري شنو بقلبك، يعني ما يحتاج احد بعد. زين حيدر، بهيج حاله احنا ايش راح نشتغل؟ صدق حيدر، شو راح نشتغل اذا حتى هاي الفكره خربت؟ مثل المواقف السلبيه اللي بالمجتمع وخلوا لها حل بنفس المشهد، وبهاي الحاله هم راح نطش، واذا اشتغلنا شغل صحيح لله سبحانه وتعالى راح الله يوفقنا. والله خوش فكره، وانا اول واحد وياك. وهذا ما يمنع انه تشاركون بتوزيع السلات الغذائيه بليله جرح الامام استشهاده، بس كون بالسر حتى نحيي سيرته، حتى الله سبحانه وتعالى يغفر لنا ويشملنا برحمته. ما سامعين الحديث اللي يقول صدقه السر تطفئ غضب الرب؟ ونعم بالله.